بوسي قلبت الدنيا بسبب فيديوهات عيد ميلادها، والسبب مش رقصها الغريب ولا حتى فستانها الجريء، لكن لأول مرة بيظهر معاها ابنها الوحيد. ناس كتير كانت فاكرة ان ابن بوسي طفل صغير، لكن الحقيقة هو شاب عنده 17 سنة. لكن الشاب ده حكايته حكاية. الحكاية بدأت من 18 سنة لما بوسي هربت من أهلها عشان تشتغل مطربة في الشارع الهرم وتاخد نمرة في الكباريهات. هناك بقى اتعرفت على منتج اسمه وليد فطين، حبته واتجوزته، لكن للأسف لقت نفسها في سجن. كان بياخد فلوسها وبيتحكم فيها، وده بعد ما خلفت منه ولد. بس في يوم من الأيام قررت بوسي تخرج من السجن، وده بعد ما اكتشفت خيانته مع رقاصة وهربت منه مع ابنها الصغير وطلبت الطلاق. للأسف الحكاية ما خلصتش على كده. وليد رفع عليها قضايا شيكات بدون رصيد، وخد منها فلوس كتير جدا عشان يسيبها في حالها، وبرضو الخلافات اللي بينهم ما خلصتش. بوسي بقى رفعت عليه قضايا واتهمته بالنصب، وفعلا اتسجن. بس الصدمة بقى انه مات في السجن، وبوسي ما نزلتش ولا دمع عليه، بالعكس طلعت في البرامج وقالت هو ابو ابني بس هو نصاب وحرامي، وكان مرفوع عليه 73 قضية من ناس كتير، ونهايته كانت الموت في السجن.